بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ننتقل للحديث الثاني. عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. نعم، هذا الحديث لم يمر معنا سابقا، لكن سيأتي في الصحيح في مواطن كثيرة، وهذا هو الموطن الأول الذي روى فيه الإمام البخاري، فلا نستطيع أن نفصل شرحه لأنه سيأتي على الأبواب لاحقا. لكن ما يهمنا هنا منه أشياء. قالت هند أم معاوية. هند أم معاوية. معاوية من أبي سفيان. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. أبو سفيان ما صلته بهند؟ زوجها. كيف عرفنا أنه زوجها؟ من قول الراوي أم معاوية. إذا فهمنا لما قال أم معاوية، حتى يبين أن هذه هند هي زوجة أبي سفيان. ولو قال هند هكذا فهناك كثير. من هند؟ هي زوجته أم غير زوجته؟ أما أم معاوية فهمنا الفائدة من قول أم معاوية. رجل شحيح. ما معنى شحيح؟ ما معنى شحيح؟ نعم، بخيل. انظر هذا الموقف. هند اللهم ارضى عنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أحد؟ نعم، لا يوجد خلوة. وعائشة رضي الله عنها تذكر، إذا ليس سرا الخبر، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل. طبعا هذا الموقف الأصل في المرأة ألا تعلن عن أخطاء زوجها، لأنه ما من زوج إلا وعنده أخطاء، فتحتاج أن تصبر عليه. وما من زوجة إلا والأصل فيها الأخطاء، مش عندها أخطاء، الأصل فيها إيش؟ الأخطاء. روحي اجلي تكسر لك الفناجين، روحي امسحي بتكسر لك أبصر. أخطاء كثيرة، أخطاء تحتاج منك إلى صبر أكثر. لذا أكثر من يكرمه الله عز وجل بالزواج الناجح هو الرجل الصبور، هو الرجل الصبر. فبالتالي هي ما صبرت كما يصبر الرجل. دائما صبر المرأة أقل من صبر الرجل. وكثير من الناس يقول لك: والله أمي صبرت مع أبوي. يا الله، وأبوك شو كاين؟ شو كاين أبوك عشان أمك صبرت عليه؟ والله أمي كانت صابرة على أبوك. والله أنا يعني أنت بتحلف، لكن أقول لك بالعكس، أبوك صبر على أمك ما الله به عليم. فبالتالي ما هذا الكلام اللي بين العوام اللي بيرددوه: والله أمي صبرت على أبوي، أو بتيجي بتقول له بعد ما يصير معاه فلوس: والله أنا صبرت عليك. ما شو صبرت علي؟ أنت عمرك كنت جعانة ولا نمت في الشارع؟ ما معنى صبرت علي؟ ماذا تأكلين؟ شو ما تأكلي؟ مما آكل تأكلي، ومما ألبس تلبسي، ومما أسكن تسكني، ثم أعطاني الله فوسعنا عليكم. لا، كيف تقول صبرت عليك؟ على ماذا صبرتي؟ هذه عبارات يتناقلها كثير من الناس ويسيئون للحياة الزوجية. والأمر الآخر ينبغي التنبه أن الرجل ما من رجل إلا وعنده عيوب، وأنا أولكم طبعا، اللهم اغفر لي عيوبي. فبالتالي نحتاج أن نصبر على بعضنا البعض، وأكثر من يصبر الزوجة، لكن تريد هي حلا ولا تريد إشهارا. فإذا من هذا الحديث استنبط أهل العلم جواز الغيبة
للحاجة، لوجود الحل. إذا اغتبت الشخص، ما معنى الغيبة؟ ذكرك أخاك، ذكرك لأخيك بما يكره. طيب هل يجوز أن أذكر أخي بما يكره؟ للحاجة، لإيجاد حل. فالقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. طبعا كتب الشوكاني رسالة ذم أو كشف الريبة عن ذنب الغيبة، كشف الريبة عن ذنب الغيبة. يعني الغيبة ليس دائما حرام. فهذا حال هند امرأة أبي سفيان، ذكرت هذا العيب لإيجاد حل. لكن في زماننا تحرص المرأة إذا احتاجت لإيجاد حل أن يكون سرا على الآخر. والله لا أضحك على الفيسبوك، والله لا أشكي عليك على القاضي. هذه لا أشكي لحماية الأسرة، على الغالب هي تخريب الأسرة. رحمك الله. يا جماعة نحن نعيش في مجتمع صعب. أحد الإخوة وصل إلى مرحلة قال دعتني حماية الأسرة فذهبت فوضعوني في السجن، فخرجت بعد 4 أيام فرجعت إلى البيت فوجدت زوجتي جالسة. تصور الآن كيف بدهم يعيش. فجاي يستشير شو أساوي، شكت علي وانحبست، فرجعت لقيتها قاعدة في الدار. طبعا أمرته بالصبر والاحتساب ومعالجة، ولا تأخذك يعني فور الدم أو ما شابه، حتى يعني لا تعالج الخطأ بالخطأ. لكن الشاهد أن الأمر على الغالب يسبب الطلاق. فإذا هذا الحديث علقت على هذه الكلمة لأني سمعت أحد طلاب العلم من المتقدمين يقول لا حرج على المرأة أن تشكي زوجها إلى شيخ أو قاض أمام الناس. فقلت له سوف يسبب الطلاق على الغالب. فإذا هذا ينبغي أن نفهم أن هذا ضمن ظرف خاص، وتحصيل المصلحة سوف يترتب عليها تحصيل ضياع مصلحة أكبر، ودرء المفسدة سوف يترتب عليها تحصيل مفسدة أكبر. لا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك، سيأتيها تفصيله في وقته. فإذا وصفته هذا وصف للحاجة. وبعض الإخوة يا جماعة ما أدري إذا طلق زوجته فضحها، ما بصير. قيل لأحد العلماء لما تريد أن تطلق زوجتك؟ أحد العلماء يريد أن يطلق زوجته، بصير العلماء. فقال ليس من المروءة أن أخرج سر بيتي، ما بتكلم عن سر بيتي. فطلقها. فبعدما طلقها قيل له لما طلقت زوجتك؟ قال ليس من المروءة أن أتكلم عن زوجة ليست عندي، عن امرأة ليست عندي، سر. أما ما نرى أهل العروس والله إحنا يعني هذا ضحك علينا، غشنا، تلون، ما كنا نعرف، فضائح، وهو 1 2 3 4 5. والعكس هو ليش طلقتها؟ اكتب عندك 1 2 3 4 5 5 و6 و7 و8، كله افتراءات وكذب، واللي صحيح مبهر يا أخي مش هيك الحياة. حتى في الطلاق الأصل الستر، الأصل الستر. هذا نقطة مهمة جدا. ولا تنسوا الفضل بينكم يا رجل، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الله أكبر. أين حال الناس؟ هذه امرأتك كانت في فترة من الفترات، كيف تفضحها؟ والله بعض الناس يحن لقطة، وبعض الناس قلبه أقسى من الحجر. على كل حال لا نريد أن نتوسع،
وقد توسعنا. فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ سر ماذا يستلزم سرا؟ لا تخبره. نعم، من غير علمه. أن تأخذ المال من غير علمه، فضلا عن أن تخبره من غير ما يعلم. بصير حتى تعالج البخل الذي تعايشه هي. قال خذي فقط؟ لا، قال خذي أنت وبنوك. إذا نفقة الولد على من؟ على أبيه. أغرب شيء يا جماعة بسمع عن أحدهم عندما يقول حرضت المرأة والأولاد. طيب والنفقة؟ ولا بدي أتعرف عليهم. أنت آثم. موضوع أنه زوجتك خرجت وأولادك خرجوا محظور شرعي، لكن حصل سواء منك ولا منها محظور. لكن شو أين النفقة؟ قال لا أدفع. فترفع عليه قضية نفقة. ما بصير ترفع عليه قضية نفقة. الأصل أنك تدفع قبل أن تطالبك بالمحكمة. هذا حق شرعي. ما بصير لنفرض أنها خرجت أو أنت أخرجت في محظور، ماشي. الأصل لا تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. طب خرجت مباشرة بتبعها بالنفقة. ما بخلي تصل للمحاكم الولد على نفقتك حتى يبلغ أشده، حتى يصل سن التكسب. يعني في زماننا أكثر شيء للتوجيه، بعد التوجيه يستطيع أن يتكسب، فكيف لا تنفق عليه؟ الشرع يحل المشاكل، لكننا عندما نبتعد عن الدين تظهر المشاكل. النقطة الثانية، انظر، خذي أنت وبنوك ما يكفيك. الكفاية لماذا؟ ما معنى الكفاية؟ ما يكفيك. أن لا يزيد عن حاجته. الأساسيات. هذه القوام. المأكل والمشرب والملبس. قوام الحياة. قوام الحياة بالمأكل. قوام الحياة بماذا يظهر؟ واحد، المأكل. اثنين، المأكل والمشرب والملبس. ثلاث، العلاج من قوام الحياة. أربعة، المسكن. خمسة، اللباس، الملبس. ستة، دراسة. الحمد لله انه في الحقوق مجانا. طيب الماء والكهرباء في زماننا كهرباء. قوام الحياة. ما بتستطيع تعيش من غير ثلاجة، ما بتستطيع تعيش من غير مروحة في الصيف. في أشياء أساسيات بدك تأمن هاي الأشياء. اتكل على الله، ربنا يرزقك. لكن شو الضابط؟ ما يكفيك. ذكرنا الأساسيات، لكن الأساسيات هي تختلف من شخص إلى آخر. يعني هذا الطفل تستطيع أن تشتري له بنطال بدينارين، وتستطيع أن تشتري بنطال ب10 دنانير، وتستطيع أن تشتري بنطال ب100 دينار. يا جماعة مكتوب عليه 500 ريال بتاع ولد صغير. بس مش لنا يعني، نعمل غلط شفناه يعني، بس موجود 500 ريال. وفستان 800 ريال بتاع أطفال. أي والله لو بليرتين أنا ما بشتريه. ما فهمش طبعا، لأنه أنا ما بفهم. 800 ريال يعني 150 دينار. يعني بجوز يقول لي ليرتين أشتريه، بس لأنه هذا إله ناسه 150 دينار. إذن كذلك المدارس.
في مدارس مجانا، في مدارس تحتاج إلى مواصلات، نقل، بده باص 15 دينار ولا 10 دنانير حسب القرب حسب طيب المدارس برضه في أقلام، في دفاتر، في شنطة، في مدارس خاصة. إيش يكفيكي هاي كلمة يكفيكي؟ عالم واسع. شو ضابطه؟ شو الضابط؟ الضابط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف. إذن هذا الذي يضبط في الأمر العرف، وهذا هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث. ما يكفيك. لذا أحدهم يقول يا شيخ ما هو حد اللباس الذي آتي به لزوجتي؟ اسأل نفسك من أين أتيت بها؟ أتيت بها من مخيم الوحدات ولا جبتها من صوفية؟ من وين من أين أتيت بها؟ مخيم الوحدات جبلها جلباب أبو 20 أبو 15 أبو 10 ساكتة. لكن أتيت بها من الصوفية جلبابها 200 دينار. أنت اللي جبتها، أنا قلت لك جيبها. هذا معروف عندهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الإخوة قابلته في الطائرة قال تزوجت امرأة من غير الأردن سعودية. قلت كيف؟ قال يا شيخ بتشتري الجلباب قاعدة 3000 ريال 600 دينار هيك عرفهم. قال عادي. وحتى ملابس البيت اللي بتلبس لي اياه 3000 ريال الواحد، 2500 الرخيص هذا اللي، وفيش ب 4000. هذا ايه؟ مربوط بالعرف. فانت ابنك قديش بدك تلبسه؟ بجوز تلبسه على البال ب3 ليرات، تشتري له ابو 6 بليرة القطع تلبسه. من وين جاي؟ لكن شرط ايضا اذا بدك تجيب له 6 بليرة انت برضه تلبس 6 بليرة، ان تطعمها مما طعمت، مش لانك جايبها من مخيم الحسين فبالتالي 6 بليرة وانت الاخ ابو نص ليرة. لا نص ليرة 6 بليرة واحد. لكن ايش النقطة الرئيسية في الموضوع؟ الضابط في الموضوع بالعرف. هكذا ضبط الشارع. وهاي بتحل مشاكل كثيرة جدا، حل مشاكل كثيرة. وهذا ما يذكره فقهاء الحنفية بالزواج نعم بالمكافأة بالتكافؤ. فهلها أن ترفض؟ واحدة معها دكتوراه في علم الفيزياء وحضرتك ايش طالب علم دين وكذا وإشي، لكنك 5 ابتدائي وهي دينة فتقدمت لها. هاي تخصص دكاترة مش عارفين يحكوا معها، ذكاء برجهم طلاب طبعا مرعوبين منها. دكتورة هاي في الجامعة درس وانت ايش 5 ابتدائي. فهل اذا رفضتك آثمة وانت صاحب دين وخلق؟ على خلاف بين الفقهاء. فعلماء الحنفية وغيرهم يرون انه يجوز لها ان ترفضك لعدم وجود تكافؤ. شو جاب لك؟ لكن بعض الفقهاء قال الضابط هو الخلق والدين وقوام الحياة ينفق عليها. طب شو بدك تنفق عليها برضه هاي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هاي الأشياء حقيقة. هذا الحديث نستطيع أن نعيش معه أياما.